ومين يقدر عليا؟ فأنا الأهلي، أنا الأهلي بابا الشغلانة، سيد أسياد أفريقيا. خلاص خلاص خلاص، ديربي القاهرة يحكم بأحكامه، فينال الشامبيونز ليج يجري بأرقامه. النادي الأهلي، النادي الأهلي بطل إفريقيا، النادي الأهلي بطل إفريقيا. النادي الأهلي بتاريخه ينافس دول وليس أندية. هو ينافس دول كالمغرب التي فازت أفريقيا 7 مرات، ينافس دول كتونس التي فازت أفريقيا 6 مرات، ينافس دول كالكونغو التي فازت أفريقيا أيضا 6 مرات. النادي الأهلي يسطر التاريخ، ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، بل افتح القوس، بل افتح كتاب، بل افتح 2، بل افتح كتب عديدة لكي تسجل وتدون كل بطولة الأهلي يفوز بها في تاريخه. عايز أقول لك ألف مبروك، ألف مبروك للنادي الأهلي، فوزوا بدوري أبطال أفريقيا وهي المرة ال12 في تاريخه. ونطلب من الفيفا تغيير اسم دوري أبطال أفريقيا ليسمى بدوري أبطال الأهلي. الحمد لله النادي الأهلي بيفوز بال12. احنا عايزين ال13 يا كولر، ويلا على ال13 من هنا ومن دلوقتي، من قبل ما تستلم الميداليات، علشان احنا ما بنحبش الأرقام الزوجية، احنا عايزين الأرقام الفردية. فبإذن الله على ال13. الأهلي النهاردة بيقدم ملحمة هي الأبرز والأحسن والأفضل هذا الموسم لكي يفوز بأفضل بطولة في تاريخ النادي الأهلي، والبطولة المحببة للنادي الأهلي، وهي البطولة رقم 12 في تاريخه، وللمرة الثانية على التوالي مع كولر. وكولر هو نجم الشباك. كولر قدر في دوري ابطال الاهلي زي ما اتفقنا ان هو يلعب 22 مباراة متتالية بدون اي هزيمة، قدر يفوز في 15 مباراة ويتعادل في 7 مباريات. النهاردة قدر يفوز على الترجي ليفوز بالاميرة السمراء، الاميرة المحببة للنادي الاهلي، فوز مستحق للنادي الاهلي على الترجي، ويهدي الكاس لجماهيره العريضة التي حضرت في الاستاد. قلنا قبل كده ومن هنا وبنقول تاني وتالت ورابع ان الاهلي بابا الشغلانه في افريقيا، الاهلي سيد اسياد افريقيا. كولر النهارده قدر يسير المباراه زي ما هو عايز بالظبط. انا عارف ان جمهور الاهلي غير راضي عن الاداء وغير راضي عن الشكل اللي كان الاهلي فيه في الملعب، ازاي ان الاهلي يرجع يدافع، بس انت كسبت بطوله ولا لا؟ فهمني، انت كسبت بطوله وده المهم. كسبت بطوله لان كولر عارف ان هو لو ادى الكوره للترجي مش هيعرف يعمل بيها حاجه، وده كان شكل الترجي. كولر قدر يتدخل في التوقيت المناسب بتغييرات المناسبه عشان يعمل الفرق ويبان ان النادي الاهلي كويس جدا في اخر الدقائق. النادي الاهلي النهارده مع كولر قدر يفوز بمباراه، والمباريات النهائيه هي تكسب ولا تلعب، فانت لازم تكون مبسوط جدا، مبسوط جدا 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 ان انت اتولدت وشجعت النادي الاهلي، ان انت فكرت في يوم ان انت تشجع النادي الاهلي، ان ابوك خلاك تشجع النادي الاهلي. انا اترحم على ابويا واقول الله يرحم ابويا ان هو خلاني اشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الملك بتاع القاره دي، ومين يقدر عليا؟ فانا الملك، انا الاهلي، انا الاهلي سيد اسياد افريقيا. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، اتمنى تكون الحلقه عجبتك، ما تنساش في عز فرحتك تفرحنا انا كمان وتعمل لايك للفيديو وتعمل متابعه، واشكركم والقاكم في حلقه جديده، بل في بطوله جديده لبطولات النادي الاهلي.